صاحبي ارتبط، صاحبي ارتبط، انا اقول له ايه؟ وانا كل مرة ببقى زي الجمل واقف في صحراء معاكي مش عارف ايه اللي ممكن يعمله. اذا يوم عطش او جاع ساعتها ممكن يبقى في حلين، يا يسيب في نفسه الاحتياج يقتله، او يجي ليكي فتأكليه اوجاع. مش عارف افضل تاني ولا امشي، كل الشوارع زي قلبي تمام سهرانة بتبكي من الفراق فاضية، وانا لسه بسرح في الخيال وافتكر مسافات طويلة مشيتها وياكي. فاكرة لما قطعت تذكرتين دخلت فيلم عرفت ان انتي بتحبيه، كان الغياب الكرسي بيخبيه، ففضلت طول الفيلم بحكيلك احزان كتيرة وجرح وهزيمة احزان كتيرة وجرح وهزيمة، وعرفت فجأة ان انتي مش جنبي من صوت لناس قاعدين وبيقولوا مجنون بيحكي الكرسي في السيما. فانا قلت بكرة هشتغل انسى. سألت صاحبي قال لي تعالى انا عندي مكان، خدت الورق فقالوا لي ممكن تبقى شيف مثلا. اسبوع يا دوب كان عدى وانا شغال، بالصدفة شفتك جاية تتغدى، كانت مفاجأة وصدمة. لميت حاجاتي قلت انا اسف يا جماعة انا لازم امشي، نصيب والدنيا مقسومة. لكن ساعتها انا خفت لو جيتي والاكل جالك يومها من ايدي، فساعتها ممكن ادوقك وجعك، وانا خاف عليكي تموتي مسموم في غرزة جوه قميصي من ايدك، ومفيش مكان بقى هيساع غرز تانية. الخوف بيقتل فيا باستمرار 60 دقيقة بس في الثانية، معرفش ليه تعبان كده، المرة دي مش قادر اتحمل. حل الغياب والله مش جلسات نفس ولا بالعلاج ولا بالوعود، كان بس يكفي ان اللي غاب بعد الغياب يرجع يعود. الحل ايه؟ انا لسه كل ما ابص في مرايه بلاقيكي واقفه تسرحي شعرك فاضحك واقول على فكره مش مظبوط، فبتضحكي وتمشي. مش سهل اشوفك عني تتخلي ولا اشوف نهايتي تكون كده بالفرقه دي بالقسوه دي. في اسره كامله ما جاتش للدنيا، ذنبهم رابط رقبتي بحبل الحياه، مخنوق وروحي بتندهك تيجي، عينيا ماسكه بدمعها المناديل وبتشاور، دمي قاطع تذكره لقطرك اللي ما جاش، وقلبي من اخر زياره سبته في القشاش. الناس بيمشوا يدهسوه بالجزم وانا لسه بلجأ للدعاء بعد كل اذان، مع ان مفيش دعاء من قلبي هيوصلك من غير ما قلبك يبقى عنده ودان. وانا مش ببيع نفسي ولا عندي رغبة لعبة الدنيا ترميها ليا في ايدي فتعلق فتاخدها مني وتجري تنساني. الدنيا ظلمة بتقتل الانسان كل لما يبقى معاها انساني. في قطع حاد في الاوردة الاولى، سامع تمزق اربطة قلبي وضلوعي بايظه بفعل تكسيرك. ايه اللي اغرب في الحياه من كده؟ انك تسيبي وتمشي متاكده ان العلاج لضلوعي مساميرك. الخبطه جت في القلب مش في الصاج، اكتب قصيده ولا عيط سنه، بصيلي جايز تفهمي وجعي ويتم نقله ما بينا بالنظرات. اخر ازازه ميه من ايدك انا كنت بشرب منها عالسنة املا في انك تفضلي شوية، ومشيتي برضو في ال3 مرات.
ومشيتي برضو بالثلاث مرات. فادخل كافيه المعمورة يوميا، وكل مرة بيسألوا عنك، فاكذب وبقول لهم جاية، معلش السكة واقفة وعذرها معاها. من يومين قاعد هناك بفتكر حبة هدايا جبتها لي كادو، أو لما كنت بتوصفي البلاتو لقيتني تايه بين كراسي الناس، عمال بلف عليكي مش لاقي، فطلبت شيكي وقبل ما اتحرك دفعت قلبي ما خدتش الباقي. كان نفسي اشوفك مرة واحدة كمان واخدك في حضني بس مش جامد، خوفا عليكي والله من جراحي الموس. كان نفسي اقولك ربنا معاكي وايديا تمشي ببطء من ايدك وتكون نهاية جميلة زي اللي في الافلام، ويكون فراقنا في الايدين ملموس. لكن عرفت قيمة خضرة البساتين اول ما رحت اتمشى في الوحلة. كل البنات كانت حلوة في الفساتين بس انتي كنتي في الفراق احلى. اياك تدخل حد في حياتك او تدي واحد نسخة من المفاتيح، الناس في غمضة عين هتتغير وتعيش وحيد في الدنيا دي غلبان. والناس يا صاحبي ما يعرفوش يقروك، تلاقي نفسك بعد مدة حزين وتقضي عمرك في الحياة متروك. أفضل هروب هيكون في أولها، وأنفاق كتير كان سهل ننزلها، علشان كده ما قدرتش أعملها وأكتب لصاحبي اللي ارتبط مبروك.